السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. هنشوف النهاردة طريقة القراقيش السادة. طريقة جميلة جدا جدا وسهلة، ومن كيلو دقيق هنطلع كمية حلوة ومحترمة، هشة جدا من جوه زي ما انتم شايفين في الصورة كده، وطبعا طرية ومن بره مقرمشة كده وجميلة جدا جدا. لو قعدت فترة كمان مش هيجرى لها اي حاجة خالص. شايفين ما شاء الله هشة وجميلة ازاي من جوه. يلا مع بعض نشوف الوصفة الجميلة دي. هنبدأ بسم الله وهنعمل الخميرة الأول. أنا بستخدم الخميرة الحية أو الخميرة البيرة. قطعة قدامكم اهي زي ما انتم شايفينها صغيرة ازاي. حاطة معاها 3 معالق سكر ونص كوباية مية. عندي هنا بقى كيلو دقيق ومعلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة ملح. عندي هنا بقى انا طحنه فريش بطحنه على طول وقت ما اكون بستخدمه. نص معلقه صغيره من الشمر على نص معلقه من اليانسون. بحمصهم تحميصه خفيفه قوي على النار كده على ما ريحتهم تطلع بس، وبروح حطاهم في المطحنه وقت ما اكون هستخدمهم عشان بتبقوا ريحتهم كده زهره وفريش وجميله. عندي 3 معالق سمسم متحمص برضو نص تحميصه، مش متحمص قوي ولا هو ابيض قوي. هقلب بقى كل المكونات الجافه ديت مع بعض واخلطها كويس. بعد ما خلطتهم عندي هنا كوبايه سمنه فتره، مش دافيه كمان، فتره خالص، وكوبايه زيت. ده علشان يديني القراقيش لا تكون ناعمه قوي ولا تكون دايبه قوي. وديت تلت او مثلا 4 معالق سمنه تاني كمان، او ممكن تعمليهم زيت كده علشان يديني القوام اللي انتوا شفتوه في الاول للقراقيش دوت. لا هي دايبه زي الكحك ولا هي هشه او ان هي ناشفه قوي بالزيت. ببسها بقى زي الكحك، وما تقلقيش من بس ده خالص، مش هينعمها قوي لان احنا حاطين الزيت، والزيت بيديني قوام ان هو تبقى ناشفه سنه بسيط، ما تكونش دايبه قوي زي الكحك. هنا بقى بعد ما دمجت المواد الدهنيه في الدقيق كويس قوي، هنا الخميره بدات تتفاعل ما شاء الله اهي. هحطها بقى وابدا اقلب كويس. عندي هنا اختياري، مش هتفرق خالص يا جماعه، بس هي قيمه غذائيه. اللبن الرايب، لبن رايب، لبن زبادي، زي ما انت عايزه. انا استخدمت العلبه دي كلها بصراحه، بس انا حطيتها حبه حبه علشان حسب الدقيق. زي ما احنا عارفين ممكن دقيق يقبل سوائل كتير ودقيق ما يقبلش سوائل كتير. هنا وانا بحطه بعجن خلي بالكم، بصوا انا بعجن تحسوا ان هي ناشفه شويه. تنك عجيني فيها تبص تلاقيها طريت في ايدك. بصي في الاخر القوام عامل ازاي. وتحديدا لما وصلت للقوام دوت انا ببدا اختبرها، اشوفها معايا شققت ما شققتش. لا هي كده ما شاء الله تمام معايا. بتتعجن حوالي ربع ساعه تلت ساعه حسب عجنه ايدك انتي. ولو انتي في تركايه كده مش قادره تعجني قوي، بتسيبيها شويه، وبعد شوية يعني 5 دقايق وترجعي تعجنيها تاني تلاقيها ما شاء الله بالقوام دوت. انا بعمل كده، شوفوا بتقطع وجميلة ازاي. معنى كده ان هو دوت القوام اللي انا عايزاه. وما جيت كورتها تاني تحس انها طرية وسايلة عن الاول. كده تمام قوي. خدت مني بالظبط علبة اللبن الرايب ديت وكوبايتين مية. انا هنا بسيبها ترتاح بس 5 دقايق مش اكتر، مجرد راحه والجو حر، يعني ممكن 3 دقايق بس عشان العجينه ما تشدش معايا. لفيها بقى زي ما انت عايزه، قطعيها زي ما انت عايزه. انا بقطعها طبعا باللي هي السكينه بتبقى مشرشره، او القطعه المشرشره ديت. قطعتيها بسكينه عاديه مش هتقول لا. قطعيها بالحجم بالطول بالعرض اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله خالص. وممكن على فكرة العجينة دي كمان كنت تعمليها قرص صغيرة كده، هتطلع قرص صغيرة زي المخابز وجميلة جدا برضو. انا هنا عندي صينية حطيت عليها ورقة زبدة وحطيت عليها القراقيش بالشكل دوت. وفي صينية تانية برضو ما حطيتش عليها ورقة زبدة وحطيت عليها القراقيش على طول، والاتنين طلعوا حلوين. عشان بس الناس اللي بتسأل دايما امتى نحط ورقة الزبدة في المخبوزات وامتى ما نحطهاش، الاتنين ما فرقوش يا جماعة. انا عملت دوت صينية كده او صاج كده، وصينية تانية ما حطيتش عليها ورقة زبدة، ما فرقتش خالص في اي حاجة. وفري بقى ورقة الزبدة وحطي في الصاج او في الصينية بتاعتك على طول. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، العجينة عاملة ازاي جميلة جدا. والكمية دي بتطلع ما بين الكيلو ونص والاتنين الا ربع في القراقيش. بعد ما تستوي طبعا لما توزنيها بتطلع كده. وما تستغربوش طبعا، هو كيلو دقيق بيتحط عليه طبعا الخميرة والمية والحاجات دي، فبتديني وزن بعد ما انا اسويها، عشان السمنة والحاجات دي كلها طبعا وزن. هنا بقى بعد ما قطعتها وسبتها تخمر، خلي بالنا اما ترصيها رصيها قريبه من بعض ما تقلقيش، لان اما بتخمر بتخمر لفوق، يعني بتعلى زي ما انتوا شايفينها كده. يعني عندي هنا خمرت اهي، شايفين ما شاء الله طالعه لفوق، او يعني عاليه لفوق لكن مش فرشه، عشان مش ما فيهاش بيكنج باودر انها تفرش. شايفين بقى الجمال ما شاء الله معاليه عامله ازاي، بتطلع لفوق. لكن انتي اللي هو المسافات ممكن تضيقيها عادي.
طبعا فرن متوسط الحرارة، خليكي على الهادي كده وتحطيها، ما بولعش الشواية خالص الا لما تحمر من تحت والاقي ان انا محتاجة اولع الشواية. هي اتعملت من فوق خلاص كان بها، ما كانش بتولعي الشواية. شايفين بقى الجمال بعد ما طلعت ما بتدهنش اي حاجة خالص وهي داخلة الفرن. شايفين ما شاء الله. هنا طبعا علشان يعني ترضي كل الرغبات بحمص حبة لناس عندي بيحبوا المحمص، وبخلي فيه ابيض شوية وبخلي فيه وسط في السوا زي ما انت عايزة اللون اللي انت عايزاه وحسب ما عندك بيحبوها ايه. لكن المهم شايفين القوام هش من جوه جميل ازاي، حاجة في منتهى الجمال. اوعي تنسوا بقى اللايك والشير لو الفيديو عجبكم، ويا رب تجربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وهتبقى جميلة جدا معاكم وهتطلعوها احسن كمان ما هي موجودة كده قدامكم. دمتم يا رب دايما بألف خير. اوعي تنسوا الكومنتات الجميلة اللي بتسعدني، ودمتم دايما يا رب نعمة في حياتي. واشوفكم على خير دايما يا رب.